والعيد ما بيكمل إلا لنزور أهلي أول يوم، وتكون أمي عاملة من هذا الخبز الله يطول بعمره، وكل سنة وأنتم سالمين عاد علينا وعليكم بالصحة والسلامة. واللي ما بيعرف هذا الخبز هو من تراث مدينة درعا، مدينتي بالجنوب السوري. وبالبداية بنحتاج كيلو طحين، رح أعطيكم المقادير لكيلو طحين واحد: معلقتين حبة سودا، معلقتين شومر، معلقة يانسون مطحونة، ومعلقة حب، ومعلقة صغيرة محلب، ورشة جوزة الطيب، وشوية سكر تقريبا فنجان للكيلو أو معلقتين. بالنهاية آخر شي بنحط ملح وظرف خميرة فورية أو ممكن خميرة عادية المتوفر عندكم. والعجن بتم على مراحل مثل ما موضح بالفيديو، إما بتعجنوها بمي دافي أو حليب دافي، وبآخر مرحلة بنعجنهم بزيت زيتون. نتركه يرتاح ساعة ونص، بس اختمر معنا بنقطعه كرات صغيرة ونتركه يرتاح كمان 10 دقائق ولنعطيه شكل حلو بنستخدم قالب خشبي. إذا مو متوفر ممكن من دون أي شكل، أو ممكن على زبدية عندكم رسمة أنتم متوفرة، ما بيأثر حتى. والخبز يا اما على فرن مثل متوفر عنا، او الفرن الكهربائي العادي على اعلى درجه حراره. بالاول بنحمره من تحت، بس اخذ لون جميل بنرفعه لفوق وبنحمر الوش. بعد ما يتحمر معنا القراص ونطالعه من الفرن كمان مدهنه بزيت الزيتون. ما تقولوا لي كميه زيت زيتون كتيره، هي الاكله بدها زيت زيتون. مقادير الخبز هي: يعتبر خبز مالح بيتاكل جنبه حواضر او مع كاسه شاي، بس ممكن اذا بتضاعفوا كميه السكر بيتحول لاكله حلو اكثر من انه يكون مالح. بس انا بنصح كتير تجربوه، مليان فيتامينات بما انه غني بالحبوب، ما عدا الريحة يلي بتعبي البيت والنكهة. وبالنسبة إلي هالتراث وأنا كتير بفتخر فيه. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من اللايك، وعملوا لي سيف وشير للوصفة. سلام.